سؤال رقم 11 في الدائرة الموضحة بالشكل عايزين قيمة القدرة المستهلكة في y والمستهلكة في x على الترتيب. يعني هتجيب المستهلكة في x والمستهلكة في y وتدور في الاختيارات القدرة بكام. مبدئيا هنا حضرتك في بس حاجة ناقصة على الرسم، دي المفروض ب4 فولت، ده معطى بس ناقص في كتابته على الرسم. طيب لو جيت تبص هنا عندك فرق جهد 2 فولت، هنا فرق الجهد مجهول، هنا فرق الجهد مجهول، هنا فرق الجهد كام؟ 4 فولت. حلو، اختار مسارات وحل فيها. بص يا حماده، ما تختارش المسار المثلث ده، ما تختاروش ليه؟ هيبقى فيه 2 مفقودين، الاكس والواي، فهتطلع معادله خسرانه. طب لو اخترت المثلث ده جميل، ده ليه؟ في واحده مفقوده وواحده موجوده. تمام، هنطبق قانون كيرشوف التاني، سيجما في بي تعادل سيجما في. ما عنديش بطاريات في المسار يبقى هنا زيرو، وهعتمد ان دول فروق جهد، يا اما هقول مفيش فروق جهد وهعتمد ان دول بطاريات. كده ماشي شغال وكده شغال، بس طبعا هما لو اعتبرناهم بطاريات اذا انا ما استهلكتش فرق جهد هنا، ولو اعتبرت البطاريه بزيرو هعتبر كأن دي مقاومات، وده الجهد الموجب وده الجهد السالب حسب اتجاه الحركه للتيار. كده شغال وكده شغال. طب لو هجيبها كمحصله فروق جهد، افرض مسار منطقي، ادي الموجب هنا والسالب هنا، موجب هنا وسالب هنا، يبقى الفرض المنطقي انك تدور كده. تمام، يبقى زيرو هيساوي فرق جهد الواي، ما انا مش عارفه، يبقى هتسيبه اسمه فرق جهد واي، اشارته اشاره موجبه لانها ماشيه مع اتجاه التيار اهو من الموجب للسالب. هتروح الناحيه اللي هنا، ده ب4 فولت، هل انا كده ماشي مع اتجاه التيار؟ لا، المفروض التيار يمشي هنا كده من الموجب للسالب، فانا كده ماشي عكس الفرض، وفرق الجهد ده معطى جاهز، ها، يبقى المفروض دي ناقص 4. طب ده هيخلي فرق جهد يبقى بكام؟ فرق جهد واي بكام؟ ب4 فولت. كده انا عرفت اجيب لك فرق جهد واي في كلمه. طب عايز مسار اعرف اجيب منه فرق جهد اكس. واحد هيقول لي مستر لا مؤاخذه بس هو عايز القدره. حبيب قلبي، ما انا هجيب القدره بحاصل ضرب الفي في الاي. فانا معايا التيار اللي داخل هنا ب3 واللي داخل هنا ب2، ناقصني بقى اعرف فرق جهد هنا كام وفرق جهد هنا كام. فانا كده عرفت ان فرق الجهد هنا ب4 فولت من المسار الحندوقي الجميل ده. ما ينفعش انفذ نفس الاوردر هنا غير لو هتنفذه دلوقتي بعد ما تكون اكتشفت ده، في الاول ما كانش ينفع. طب لو انا عايز ابعد عن ده خالص اصلا، انا ممكن اطبق على المسار الكبير ده لو عايز تنفذ، دي خطوه اولى. طب دلوقتي بعد ما عرفت ان فرق جهد المنطقه دي ب4، اصبح ممكن استخدام المثلث ده وتطبيق كيرشوف الثاني عليه بنفس السيستم. وهنا الدوران الافضل عكس عقارب الساعه، عشان تمشي مع موجب دي وتمشي مع موجب دي وتبقى عكس دي بس. تمام، هتنفذ كيرشوف التاني، سيجما في بي تعادل سيجما في. انت بتدور على فرق جهد اكس، المسار كله مكشوف ما عدا فرق جهد اكس. مفيش بطاريات في المسار زيرو، جمع لي فروق جهد المسار الناحيه التانيه وامشي واحده واحده. لو بدانا من ابدا من اي حته، لو بدانا من هنا دي بقت 4 فولت استخدمها، والموجب باصص كده اهو والسالب باصص كده. هل انا كده موجب ولا سالب؟ طبعا انا كده سالب، ماشي عكس الفرض، يبقى هنا في -4. بص لي بقى الناحيه اللي فوق، هنا فرق الجهد انا مش عارفه، خلاص يبقى هكتبه في اكس. ايوه، انا عايز اشارته موجبه ولا سالبه، المفروض التيار يمشي كده، فانا ماشي معاه، وانا فرض الفرض ده عشان امشي مع الفرق في الجهد ده اساسا، يبقى هنا زائد في اكس. ما تسرحيش يا بنتي، الموضوع مهم. بالنسبه لده التيار المفروض ينزل كده، فانا ماشي معاه، فاصبح ده هنا كام يا بيه؟ -2، ده معطى جاهز. كده انا جمعت فروق الجهد كلها وحسابيها بالزيرو عشان مفيش بطاريه. يلا بينا يا باشا، نفذ لي في المعادله، هات في اكس ولا فيها حاجه، هتبعت ده عكس اشاره وده عكس اشاره، يبقى -4 ناقص 2 تساوي في اكس. في اكس اصبحت كام؟ 2 فولت. كده انا معايا فرق جهد اكس ب2 وفرق جهد واي ب4. بص لها بيه، يبقى هنا في 2 فولت وهنا في 4 فولت. انا بقى عايز القدره، قدره اكس في اي 2 في 2 4 فولت، قدره واي في اي 4 في 3 12 فولت، 12 سوري وات.
يبقى هنا 4 واط قدره اللي هي 2 في 2 اي في في، وهنا اي في في برضه 4 في 3. دي معطيات ها. يبقى كده المفروض هدور على اختيار 4 واط وبعديه 12 واط. اذا انت هنا عملت ايه؟ 4 واط 12 واط، الاجابه الف اهي. اذا هنا انت عملت ايه؟ بص يا باشا، ما يخضكش بالاشكال اللي شكلها غريب دي، ما يخضكش. هتعتبر دي كانها مقاومات، ويتحرك التيار من الجهد الاعلى للجهد الاقل. هي اللعبه فين؟ ان هو عايز قدره. طب القدره هتتجاب ازاي؟ ليه ما تجيبهاش اي سكوير في ار؟ ما عنديش ولا مقاومه على الرسم اساسا. طب ليه ما اجيبهاش في سكوير على ار؟ ما عنديش ولا مقاومه على الرسم، فانا هبعد عن القوانين اللي فيها ار. فانا هنا التزم بقانون في اي. هو بقى ابن الذين عامل ايه؟ مديك اي هنا وهنا باتنين وبتلاته، ما هو بيتكلم عن دول. لا معاك في اللي هنا ولا في اللي هنا. هتطبق على المسارات كيرشوف التاني بالشكل اللي يجيب لك الفرق في الجهد هنا والفرق في الجهد هنا. مستر معلش عندي استفسار عايز اساله لك. تعالى اقول لك ايه استفسارك. بص يا باشا، لو نضفنا بس الرسمه دي كده، هتقول لي مستر هو انا ممكن ابدا اول خطوه في المساله ان انا انفذ على المسار الكبير ده مع قطع ده كيرشوف التاني عشان اجيب فرق جهد اكس بكام؟ ممكن، وهتطلع لك صح. اقسم بالله هي بالنص وجرب. طب انا ليه ما عملتش كده؟ دايما المسارات الكبيره بتزغلل في العين. فانا عملت ايه؟ اشتغلت على المثلث المحندق الحلو ده الاول، سلكت لك منه ده ب 4 فولت، فاصبح من حق استخدم المثلث ده بعد ما عرفت ده بكام. لان انا لازم المثلث او المسار اللي هستخدمه يكون فيه مجهول واحد عشان اعرف اجيبه. فالمثلث ده فرق جهد مجهول، ده معلوم باربعه، فعرفت اسلك ده. بعد ما سلكت ده اصبح المثلث ده فرق جهد مجهول واتنين معلومين. فطبعا دي افكار معقده شويه في اساليب كيرشوف، ولكن لازم تكون متدرب عليها. ليه؟ للاحتياط. بص يا باشا، هتقول لي ما جاتش قبل كده في اللجنه، ماليش دعوه. ماليش دعوه. كل حاجه ما جاتش قبل كده ليها يوم من الايام بتيجي، مش قصتي. المهم انك تكون متدرب على اعلى مستوى ممكن. تيجي ما تجيش، انا لازم اخش اللجنه كطالب مطمن، عارف ان مهما عمل انا جاهز. طب جه الامتحان سهل، المفروض تزعل. يعني المفروض تزعل. لما انا اكون طالب شاطر ومتدرب على اعلى مستويات، فلاقي الامتحان سهل، انا هنا خسرت مجهودي. ان بقى الطالب العادي زيه هيحل، ما هو الامتحان سهل فانا هحل صح وهو هيحل صح، انا ما استفدتش في التنسيق. لا، انا كطالب شاطر اتمنى الامتحان يجي صعب. هو كده كده بيجي صعب، بس انا بتكلم ده في مصلحتك، لان افكار شبه دي مش هيحلها غير اللي عارف بيعمل ايه. فانا لما اكون واقف على حيلي ومتدرب صح وجاهز لافكار مشابهه لدي، هاخد درجات هتعلمني في التنسيق، هطير. سيب بقى اخويا اللي قاعد على القهوه ليل نهار واللي قاعده تتفرج على المسلسلات ليل نهار تلبس. انما حضرتك ما يبقاش مستواك ضعيف فترجع تقول الفيزياء صعب. هي فيها شغل، فيها شغل. دور حضرتك تكون مستعد على اعلى درجه ممكنه. هاكد تاني، الافكار مش سهله او فيها شغل، مش كله سهل. عندك اسئله عطلانه معاك او اسئله ما اقتنعتش باجابتها رغم ان انا فسرتها، جروب التليجرام بيتفتح يوميا. خش حط سؤالك، اسال هو عمل هنا كده ليه، هو ليه هنا عمل كده ما عملش كده. لازم تقتنع بالسؤال مش تحفظه، تبقى مقتنع انا نفذت الفكره كده ازاي. اتمنى تكون الفكره واضحه. السؤال اللي بعده،